وهل هي دي الانطلاقه الجديده للنادي الاهلي ولا لا يا كابتن سيد؟ اتفضل. انت شرحت، يعني انا اشوف ان الاهلي عامل الشوط الاولاني كويس قوي على المستوى الفني. ممكن يكون مضغوط شويه في مباراه انبي والنتائج اللي قبليها كمان يعني، لكن النهارده في رغبه كويسه قوي، في شراسه موجوده، في مستويات. يعني بن شرقي عجبني النهارده، تريزيجيه عجبني جدا النهارده، مروان وبن رمضان والكل، حتى ياسر لاخر لحظه يعني عايز بيعمل حاجه كبيره قوي، ان هو بيفضل بالضغط لحد قدام، بس ده غلط. يعني انا مش شايف انه صح، هو روح من ياسر عاليه جدا، لكن في النهايه انت سبت مركزك في الدقيقه 92 او 93 يعني. لكن كويس قوي المكسب يعني. في حاجات تحكيميه طبعا هنتكلم فيها كتير يعني، لكن انا اشوف دي راجعه تعتبرها راجعه للاهلي. لا أنا مش راجعه يعني، ممكن طلعه مش راجعه. طلعه طلعه. لسه بدري يعني، لسه بدري جدا يعني. الاهلي فرقه تقيله، تمام، وكل ما هتلاقي ملعب كبير الاهلي هتلاقي احسن وافضل. تمام. انا متاكد ان في رجعه، لان الموضوع موضوع حاله مش موضوع مستويات، وده اللي كان يخوفك. دي كانت حاله لعيبه مش في احسن حالاتها. ايه الفرق بين الحاله والمستوى؟ مستوى خلاص ثابت، واحد مستوى كده، لكن دي حالته دي السبعة من 10 بتاعته، ما بيعرفش يعلى عن كده. انما الحاله دي حاله مؤقته، انما هو عنده العشرة. النهارده وحش. تمام ماشي. لكن كله فرحان جدا لتريزيجيه. ماشي. فرحان جدا مش مساله اداؤه بس، كمان هو حاطط في دماغه ان في حاجه حصلت هو ما كانش يقصدها بنسبه 100%، لكن في النهايه استحضرها في وقت فرحه. تمام. فما كبرش. ايوه. فان شاء الله الرحمن يبقى اللي جاي افضل باذن الله يعني.